تعالوا بقى نحضّر مع بعض النهارده الفراخ بطريقة مختلفة، وبجد طريقة سريعة جدًا، يعني لو جات لِك عزومة على غفلة أنتِ بقى عايزة تعمليها بسرعة، وبجد الطعم بتاعها كان تحفة. بُصّوا يالّا بينا. كان هنا معايا بصل بقى مطلّعة بصلتين كبار كده حلوين، بشرتهم بالطريقة دي عشان يبقى كلّهم متساويين في الحجم، أو ممكن يعني تقطّعيهم على إيدِك شرايح براحتك. هانزل عليهم بقى بمعلقة من الفلفل الأسود، معلقة من الملح، معلقة من الكمون، ونزلت ببابريكا، نزلت كمان بالسبع بهارات، وواحدة مرقة ودي اختياري، كمان معايا معلقة توم مفرومة يعني كنت فارماها ومجهزاها. هاقلبهم بقى كده كويس لحد بُصّوا ما فرَجت الخلطة كده معايا في البصل، بعد كده نزلت بمعلقتين من العسل ومعلقتين من الزيت وقلبتهم في بعض. جبت الفرخة بتاعتي بقى قطعتها على حسب الحجم اللي أنتِ عايزاه براحتك. جبت بقى الصينية اللي أنا هادخلها الفرن، هارُص فيها كده الفراخ بتاعتي، وهانزل عليهم بقى كده بالتتبيلة. هاتبّلها كده وادعك الفراخ بتاعتي كويس بإيديّا عادي، أنا دعكتها كويس. بعد كده اسيبها بقى نُص ساعة، يعني تشرب من التتبيلة كده براحتها. بعد كده قبل ما ادخّلها الفرن أنا كنت مسخّنة الفرن على درجة حرارة 200 وسايباه، يعني الفرن بتاعي دلوقتي